السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. نعتذر على طول الغيبة. اليوم راهو في الصيف، الجو بارد يعني في كافة أنحاء الوطن، وأمطار ورياح قوية، وإن شاء الله ثلوج. حساسين هاي الحمد لله، يعني تأقلمت مع البرودة مع الجو الحمد لله. إخوتي ذكر راهو وقت الأعشاب طبيعية. هاو الحريق إخوتي، الحريق يعني من بين المحفزات والمساعدة يعني الجهوزية للذكور للإناث إخوتي هو التفاف. ما تبخلوش على طيوركم إخوتي. هذا هو ذاك الشهر نقدر نقولوا شهر جونفي هذا وشهر فيفري هو شهر التجهيز. ما تبخلوش عليهم بالأكل إخوتي، البروكولي، الحريق، التفاف، بالإضافة للميلونج بعض الحبوب شوك سقوقو. هاي الحمد لله إخوتي الطيور يعني في صحة جيدة، حتى مع درجة الحرارة المنخفضة مع البرودة مع هاي الحمد لله يعني في صحة جيدة. إخوتي حوض الاستحمام، هاو حوض الاستحمام معمر في الماء حتى في الثلوج، والطيور تستحم يعني في الوقت اللي تشوفه مناسب لها. لهنا إخوتي شوفوا لي كوب اللي كانوا مفورمين تاع العام اللي فات يبداو يقدموا لبعضهم ذكر يطعم الأنثى أو العكس، يطير والأنثى تلحقوا. ملاحظة إخوتي ثاني، بعض الإخوة يقول لك باللي بداو الطيور يجهزوا نحطوا الأعشاش. المشكل اللي تحط الأعشاش بكا إخوتي ولا مواد التعشيش قادرة ممكن الإناث صح تكون بدات تجهز، قادرة الذكور تكون مازال ما جهزتش، ولهنا راح تكون يعني سبب في البيض راح يكون بيض غير ملقح أبلون ونخسروا كوبيات. يعني من المستحسن إخوتي نتأكدوا قبل من أن الذكور يعني في جهوزية تامة. وفي المناطق الباردة إخوتي كما احنا في الشرق الجزائري مازال حتى ان شاء الله شهر فيفري اذا كانت سخانه ولا شهر مارس. العام اللي فات كان تاخير في الجهوزيه حتى لشهر افريل اخواتي باه حطينا الاعشاش، والحمد لله كان موسم موفق. يعني ما تزربوش اخواتي الوضع الاعشاش ومواد التعشيش. من المستحسن يعني الواحد يستنى يتاكد من جهوزيه تامه للاناث والذكور بما ما يروحوش ديكوفي هكذاك ابلون اخواتي. نتمنى التوفيق للجميع، موسم موافق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.